هي البنت كانت مرة شاب غني وكتير وسيم، بس كانت بتكرهه لأنه أخرس. كانت بتطرده من البيت بنص الليل، ولما كانت بتطبخ له كانت بتحط له قطع زجاج بالأكل عن قصد، مفكرة لأنه هو ما بيقدر يحكي ما رح يهمه إذا انجرحت حنجرته. ولما صارت تقتنع بأنه حياته تافهة وما إلها قيمة، حاطت سم بالكاسات المي تبعه لتتخلص منه. بس المفاجأة بأنه هو كشفها وإخوانه ودوها على السجن وهناك توفت. المفاجأة الكبيرة بأنه هي رجعت سنة لورا، ولما تذكرت كل شي عملته ندمت كتير. ولما انفتح لها الفرصة من أول وجديد، لا خلاص قررت تكون طيبة مع زوجها. ركضت لتدور عليه، ولما شافته ما قدرت تستحمل لأنه عن جد كان شكله كتير حلو، ما كانت منتبهة لهالشي من قبل. بهاللحظة الشغالة فاتت وقالت لها إنه رفيقتها سين وصلت. بحياتها السابقة كانت سالو بطلتنا وثقة كتير بهاي البنت، وكانت دايماً بتسمع لكلامها وبتعامل بطلنا بطريقة سيئة. هالمرة فهمت بأنه هاي السين كانت معجبة بزوجها وقررت تواجهها. قالت لها تبطل تحكي بشي مو شغلة، وشكرتها على أنها متزوجة من هالزلمة. سين انصدمت من التغيير يلي صار فيها، بس مع هيك كملت تحكي عليه بطريقة مو حلوة. هون سلو أمرت الشغالة تطردها من البيت لأنها هلأ ما عاد رح تسمح لحدا يهين زوجها. بطلنا سمع كل شيء وكان مفكر إنه كل هالحكي كذب وتمثيل. حتى الشغالة استغربت وسألتها إذا ناسية كل شي عملته فيه من قبل. سلو تأثرت بكلامها وركضت تجيب كاسة مي لتكسب رضاه، بس هو فهم غلط ودفع الكاسة وانكبت المي على بنطلونه. توترت كتير وبلشت تعتذر وتحاول كمان تمسح له بنطلونه وتمزح معه لتخفف الجو، بس هو تجاهلها وراح عشان يقرأ الكتاب. قالت له القراءة لحالها مملة، ليش ما نحكي شوي؟ الشغالة انصدمت من غبائها وفكرت إنه هي عم تتمسخر عليه لأنه الزلمة ما بيقدر يحكي. بطلنا كمان ما قدر يتحمل وتركها ومشي بسرعة، وهي كانت عم تحاول تعتذر منه. بنص الليل فاجأته وهو بغرفته وحاولت تغريه، بس هو تجاهلها واعتبرها كأنها مش موجودة. وتاني يوم الصبح اجت بنت خال ساندو لتعرفها على خطيبها الجديد. اتذكرت البنت كيف كانت بنت خالتها تستغل مصاري زوجها، وكانت دايما تعزمها على الغداء لتخليها تدفع الفاتورة. من قبل كانت بطلتنا دايما بتسمع لها بدون اعتراض، بس هالمرة دورت على حجة لتسترجع المصاري اللي كانت عطت لها ياهن من قبل. بهاللحظة مرق بطلنا وأخوه جان، ولما شافوها الأخ علق عليها وقال إنها بس بتحب المصاري. فجأة البنت بلشت تبكي وتقول إنه زوجها طردها من البيت وكانت بس بدها بنت خالتها ترجع لها مصاريها. تصرفها المفاجئ خلى الأخ يشك فيها، بس بطلنا لا، ما وثق فيها. بنت خالتها لما ما حبت ترجع شي ادعت إنه عندها شغلة مستعجلة وراحت. بعد ما تخلصت من العيلة يلي بس بدها تستغلها، قررت تبلش بخطتها التانية، تكسب ثقة إخوة زوجها. بس أول خطوة كانت إنها تكسب حب زوجها، لأنه هو الشخص يلي كانت بتعامله بطريقة مش منيحة في السابق. فاتت البنت لمكتب بطلنا، بس انصدمت لما شافت جون لأنها لسه ما كانت جاهزة تواجهه. بس بما إنها وصلت ما عاد فيها ترجع. جون انزعج من كلامها وفكر إنها مش في وعيها. هي شرحت له بأنه من قبل كانت غبية وهلأ صارت بتعرف بأنها متزوجة من زلمة وسيم ومميز وإنها وقعت بحبه. طلبت من جون يطلع من المكتب عشان تبقى لحالها مع زوجها. بس فجأة فاتت رفيقتها بنية إنها تغري بطلنا، كانت جايبة شاي لإله، وانصدمت لما شافت بطلتنا سلو بالمكتب. سلو عصبت وصرخت عليها ومنعت زوجها يشرب من الشاي اللي جابته غيرها. بطلنا قال لها بأنه انتي اللي وظفتيها وهلأ بدك تطرديها. وبعد ما شربت الشاي حست بحرارة بجسمها ورمت حالها بحضن جوزها. ولما فاقت اكتشفت بأنه كل شي كان مدبر من رفيقتها، بس تأثرت بفكرة أنه زوجها كان هو الترياق لإلها. بس هو وضح لها بأنه استعمل طريقة تانية، وهي استحت كتير لأنها كانت عم تفكر بإشي تاني وحاولت تهرب، بس دعست بالغلط وانزلقت. ركض بسرعة ليمسكها وكتب على تليفونه ليشرح شو صار، بس هي سكرت همه وكأنه الزلمة بيقدر يحكي. بعدها تذكرت كيف رفيقتها كانت ناوية تستغل بطلنا، لهيك اتصلت فيها فوراً وباخدها حتى على لبسها. رفيقتها حتى ما تنطرد حاولت تدافع عن حالها وقالت
بأنه سانلو هي اللي عم تتهمها ظلم وإنها أصلا ما كان بدها تغريها أبدا، وقالت بأنه سانلو هي اللي كانت بتكره بطلنا لأنه أخرس. بس سانلو مسكت إيد زوجها وقالت إنه حتى لو ما بيحكي فهو عنده صفات تانية بتحبها، واعترفت إنها من قبل كانت بتسمع لكلام رفيقتها، اللي الرفيقة اللي قاعدة بتحكي عنها بطلتنا بتترجى بطلنا عشان ما يطردها بس هو بيطردها. وسانلو بتوعد بطلنا بأنها ما عاد رح تسمح لأي حدا يحكي عنه، وإنها دايما راح تدافع عنه وتوقف بصفه. بطلنا تأثر بكلامها بس لسه قلبه مو مطمن تماما، وبيوم من الأيام راح يزور أخوه بالمستشفى، وهنيك شاف بطلتنا داخلة على العيادة، فاستغرب هو وأخوه راحوا يتجسسوا عليها. ما كانوا بيعرفوا إنها كانت عم تدور على علاج لبطلنا. طلع إنه مشكلته بالحكي مو عضوية بل نفسية بسبب نوع نادر من فقدان الذاكرة، صار معه من أكثر من 20 سنة. بس هو ولا مرة حكى لحدا شو السبب الحقيقي. الدكتور قال لها بإنه العلاج طويل بس هي كانت مصممة تساعده، وكان لازم ترافقه وتحكي معه وتفهمه على طول. ولأنه شطارتها بالحكي راحت لعنده تخبره، وقالت له إنها زارت الدكتور ليفهم كل إشي وما يصير سوء تفاهم بعدين، وطلبت إذنه لتبلش العلاج. هو وافق، لهيك فرحت كتير وقبلته. ولما قام ليروح على غرفة النوم مسكته وقالت له يناموا سوا لحتى تضل تحكي له طول الليل وتساعده بالعلاج. بس هو بلش يشك وفكر إنه هي عم تنزعج منه لأنه لسه ما بيحكي وإنه عم تحاول تتهرب. هي فهمت من تعابير وشه شو عم يفكر وعصبت عليه لأنه عم يظن إنها بتكرهه. وبوقت تاني بلش يشوف كوابيس، تذكر إنه أهله صار معهم حادث وقت كانوا عم يتخانقوا بالسيارة، ومن وقتها هو سكت وما عاد حكى وصار يتحمل كل شيء الناس بيقولوه عنه. بطلتنا صحيت وشافت بطلنا تعبان، فقعدت تحكي بمواضيع عشوائية لتخليه يهدى. وتاني يوم لما صحى حس بأنه هالنوم كان أريح إشي مرق عليه في كل حياته. ولما لف شافها انصدم لأنها ما نامت من كتر ما كانت بتحكي معه طول الليل. كتب لها إنه ما في داعي تعمل هيك مرة تانية، بس هي كانت مصرة تكمل وتساعده. أخدته على الفطور لأنها حضرت له الأكل بإيدها، والخدامة كانت عم تراقب بخوف ولسه شاكة بنواياها. بس سانلو طمنتها وقالت لها بأنه هي صادقة وطلبت منها تعامل بطلنا كإنسان طبيعي لحتى يتحسن بسرعة. بهاللحظة وصلت مكالمة من أهلها اللي عرفوا من بنت خالتها إنها طلقت من زوجها. رجعت على البيت لتشرح، بس سمعت بنت خالتها عم تتفاخر بأنه خطيبها غني وعمتها عم تحكي عن أهلها بطريقة مهينة. قررت تمشي بالكذبة لتكشفهم، وقالت لبنت خالتها ترجع لها المصاري اللي أخذتها منها، وطلبت من خطيبها يدفع عوضها بما إنها بتقول بأنه هو بيكسب كتير. أمها كانت مفكرة بأنه بنت خالتها هي السبب في طلاق بطلتنا. سانلو وضحت لها بأنه طلاق كذبة وما صار. سألتها، قالت لها أوكي بما إنك ما طلقتي طيب وينه زوجك؟ وفجأة بيدخل بطلنا وبطلتنا بتركض لعنده وبترمي حالها بحضنه. هو فكر إنها مستحية فيه وما بدها تعرفه على أهلها، بس هي قالت بأنه الزواج كان بسرعة وما صار الوقت لحتى تقدمه لعيلتها. عيلتها ما صدقت وفكرت إنها مأجرة موديل حتى يمثل دور زوجها، لأنه ما تحملوا فكرة إنها ارتبطت بشخص أحسن من بنتهم. بطلنا وقتها هددهم برفع قضية إذا ما رجعوا المصاري اللي أخدوها من مرته. بس العمة ضحكت واستهزأت فيه لأنه خطيب بنت عمتها كان بيشتغل بأكبر مكتب محاماة. بس المفاجأة إنه بطلنا هو اللي اشترى هذا المكتب، وهون تصرف العيلة تغير لدرجة 180 وصاروا يعاملوه بأدب واحترام. بس سالو طلبت منهم ما يرجعوا يدوسوا بيت أهلها نهائياً. بعد ما راحوا الأقارب أهلها شكروا بطلنا لأنه وقف جنب بنتهم، ولاحظوا إنها صارت أكتر شاطرة. رجعت سانلو على شغلها بمحطة التلفزيون، وقبل ما تروح ودعت زوجها وقبلته وهو فرح كتير. المحطة كانت عم تنتظر مستثمر ضخم، وأحد زملائها كان واثق إنه مشروعه رح يفوز كالعادة. بس فجأة بطلنا دخل على المؤتمر ليسمع أفكار كل المجموعة، وسانلو انصدمت لما شافته. ما كانت بدها تفضح زواجهم فسوت حالها ما بتعرفه وتجاهلته، وحتى لما مد إيده عشان يسلم عليها مرقت من جنبه وعملته كأنه غريب. بلش الزميل الغيور المؤتمر، وتفاجأت مجموعة سانلو إنه عرضهم اختفى من النظام. بس بطلنا عطاهم وقت إضافي، قدرت سانلو تسترجع الملف، وبطلنا أمر بالاستثمار بمشروعها. الزميل الغيور ما رضي يخسر،
فاتصل بالسين تشين لتغري بطلنا لأنها كانت بتشتغل على مرافقة المستثمرين وتخلي مشروع زميلها يربح كل مرة، بس ما كانت حاسبة حساب إنه رح ينطلب منها تغري بطلنا بالذات. ولما حاولت تغريه طردها فوراً وقال بإنه ما عاد رح يختار مشروع بيتعامل معها. سانلو كانت عم تسمع كل شي من بعيد وانبهرت بأنه زوجها يعني ما شاء الله عليه شاب كتير حلو وصادق. اتضحكت على الزميل الغيور، بس لما شافها طالعة بسيارة فخمة فهم غلط وفكر إنها عم تستعمل طرق مش منيحة عشان تكسب فيهم الاستثمارات. سين تشين كانت بتعرف بأنه هالسيارة تبع بطلنا، بس سكتت وما قالت لحتى سانلو تدفع تمن إنها اتهمتها من قبل، وبدأت تشجع الشباب يغازلوا سانلو. بس فجأة راحت سانلو لعند زوجها وقبلته، وبهاي اللحظة وصلها خبر بأنه مشروعها تم اختياره. أكيد بطلتنا فرحت كتير، بس حست بأنه بطلنا هو اللي اختار مشروعها بس كرمالها، بس هو وضح لها بأنه مشروعها كتير قوي، وهالشي فرحها أكتر وصارت تمدح فيه كتير. بالشركة المدير عطاها مسؤولية تنفيذ الخطة، وهالشيء أثار غيرة زملائها، وبلشوا ينشروا إشاعات بأنه بطلتنا بتواعد شاب غني وإنها بتحب بس الرجال الأغنياء. بس هي ما خافت وواجهتهم فوراً، كلياتهم خافوا هربوا. ضل زميل الغيور لحاله وتذكر نصيحة سين تشين، لهيك حاول يغازلها بس هي بهدلته. ولما خلصوا الشغل سألوا سانلو عن زوجها، وفجأة وصلت سيارة فخمة فقالت لهم بأنه زوجها هو اللي جوا. ولما نزل السائق الكل فكر بأنه هو زوجها وبلشوا يضحكوا ويستهزئوا فيه. بس لما نزل بطلنا بنفسه من السيارة الكل جمد بمكانه، وهي سكتت الكل لما مسكت بإيده وقدمته قدام الكل على إنه هو زوجها، وخلت الكل ينصدم مليون مرة، وخاصة الزميل الغيور يلي اتدمر من جوا. والشباب الباقيين اعتذروا منها لأنهم خافوا من ردة فعل زوجها. سانلو كانت كتير ممتنة لإله لما عانقت وتشتتت وهي عم تطلع بعيونه. هو حاول يقبلها بس هي توترت وانسحبت بسرعة، وبعدها راحت عشان تلتقي بسيين مشان تدور على الموديل. وبسرعة بلغت بطلنا لأنها كانت مفكرة إنه إذا أبطلنا طلقوا هي رح تصير زوجته. بطلنا إجا مع أخوه وهو مو مرتاح وفكر إنه كل اللي عملته مرته كان كذب وتمثيل. سانلو فتحت الباب وهي متوترة وما كانت بدها يفوتوا، بس سيين أقنع جان يفوت. وفجأة سمع بطلنا صوت صريخ أخوه، لهيك ركض فوراً ليشوف شو صار. والمفاجأة سانلو كانت بس عم تدور على فين باي أخو بطلنا الثالث اللي ترك البيت وبلش يشتغل موديل بهداك المكان. فين باي وضح بأنه بده يكسب مصاري لحاله، بس ما حدا من العيلة كان داعمه. بطلنا انزعج كتير وطلب منهم يرجعوا يحكوا بالبيت. سانلو واجهت رفيقتها وقالت لها إنها بلغت الشرطة لما كانت عم تلاحقها بقصر العيلة. فين باي رجع شرح نيته ولاحظ بأنه مرت أخوه صارت أحن عليه من قبل، بس كان مفكر إنها عم تستغل أخوه لأنه زواجهم كان ترتيب من العيلة. بس هي وضحت بأنه الشر اللي جواتها خلاص راح، وإنها هلأ بدها تهتم بزوجها بصدق. وحتى لو بالبداية كانت بس بدها تنقذ حالها، فهي هلأ صار هدفها توحيد العيلة وتحسين العلاقة بين الأخوة والجد. راحوا على المول وهي كانت عم تراقبهم من بعيد، وفجأة طلع ابن عمها وطلب منها المصاري. بطلنا وإخوانه كانوا عم يشوفوا المشهد وفكر إنه رح تعطيه مثل كل مرة، بس هالمرة كان غير شكل. صرخت بوشه وضربته قدام الكل، انجن وحاول يهجم عليها، بس بطلنا ركض ودافع عنها، وإخوانه كمان ساعدوه وطردوا ابن عمها. الجد عزمها على العشاء لأنه ما كان بده تشيل حالها عن العيلة، لأنه حس إنه جواتها طيبة رغم كل شي صار. هي كانت مستحية من ماضيها، بس الجد كان شايف الفرح بعيونها وعيون حفيده. بس كالعادة الإخوة رجعوا يتخانقوا وبطلنا عصب، وهي كانت عم تحكي للجد عن خطة العلاج لحتى يرجع بطلنا يحكي. الجد خبر بطلنا عن فعالية جاي عليها مستثمر كبير وطلب منه يروح مع مرته ليستقبلوه سوا. البنت كانت خايفة إنه ما يكون جاهز يوقف قدام كل الناس، بس هو وافق فوراً وبدون تردد. خلال الفعالية ضلت لوحدها وعم تستمتع بالمقبلات، بس فجأة بتسمع أشخاص عم يحكوا على زوجها بطريقة وقحة. ما قدرت تسكت، راحت فوراً عشان تحطهم بمكانهم. ولما خلصت اكتشفت بأنه زوجها كان سامع كل شيء. خافت يكون زعل من الكلام يلي سمعه،
بس إخوان بطلنا بالبداية فكروا إنها هي عم تعمل مشاكل، بس لما عرفوا إنه الموظفين كانوا عم يسبوا أخوهم ركضوا وطردوهم فورا. هي كمان حاولت تروح بس بطلنا ناداها باسمها وانبسطت كتير لما سمعته بيحكي لأول مرة في حياتها، بس رجع واستخدم تليفونه وكتب بإنه هو مو ما بيقدر يحكي، بس هو مختار إنه ما يحكي، لسه ما عنده القوة الكافية عشان يحكي قدام الكل. بس مع هيك هي كانت مصرة تساعده وقررت إنها ما رح تستسلم. رجعوا على البيت ولقوا أهلها. العمة كانت معصبة لأنه ضربوا ابنها، بس سلو وقفت قدام الكل وقالت السبب وهددت إنه إذا ما رجعوا المصاري رح تبلغ عنه. بنت العمة قربت من بطننا وحاولت تغريه وقالت له إذا بتتنازل بكون تحت أمرك. العجوز اللي كانت معه تركها وصارت مفكرة إنه ممكن تكسب قلب بطننا. دوسانلو طلبت من الكل يروح فوراً. الإخوة فرحوا لأنه أخوهم صار بإيد أمينة ووعدتهم إنها رح تهتم فيه. بعدين وقعت بحضن زوجها وظلت تحكي وتحكي تتمنى يسمعها ويرد عليها، بس فجأة نامت. لهيك شالها وأخدها على السرير، ولما شافها نايمة ما قدر يقاوم وقبلها. هي فتحت عيونها بهاللحظة وتركوا حالهم ينجرفوا بالمشاعر. تاني يوم راحت غشغل والمدير قدم موظف جديد اسمه سينان. كل البنات انبهروا فيه، بس هو راح مباشرة لعند سانلو وقدم حاله لإلها. ولما كانوا طالعين من الشركة بطلتنا كانت رح توقع، بس سينان مسكها وضلت بين إيديه. بطلنا ركض بسرعة وساعدها وقدم حال كزوجها، بس حتى هيك سينان ما فقد اهتمامه فيها. هي انبسطت لأنه زوجها رجع يحكي، بس لاحظت إنه رجع يتصرف بجفاف وبرودة لأنه كان عم يغار. هي ما كانت فاهمة ليش هيك متغير وحاولت تخليه يحكي، بس رجع كتب على تليفونه وما حكى إشي تاني عن غيرته. وفجأة سينان اتصل فيها وهالشي زاد من غيرة بطلنا، فمشي وتركها. بس بعد شوي رجع وجاب لها مشروب وحكى معها. هي سكرت المكالمة وفهمت بأنه زوجها كان عم يغار، لهيك وعدته بأنها رح تبعد عن سينان. تاني يوم راحوا على قصر الجد وكان فرحان كتير لأنه بطلنا رجع يحكي وقال إنه سانلو هي نجمة الحظ تبع العيلة وصار يكرمها ويعطيها هدايا وهدايا وهدايا. بس فجأة هي وقعت، ولما فاقت فرحت كتير لأنه زوجها صار يحكي أكتر. الجد طلب منها تهدي وتنتبه على حالها مشان البيبي لأنه سبب الإغماء كان هو الحمل. ولما صاروا لحالهم اعترف بطلنا لمرته بأنه سبب سكوته الطويل كان من أيام الطفولة لما تشاجر مع أهله وتسبب بحادثهم، ومن وقتها رفض إنه يحكي. يعني ما كان عنده مشكل يمنعه من إنه ما يحكي، بس كل شي تغير بعد ما عاش معها. هي غيرته حياته ورجعت له الأمل والكلام، قربت عليه وقبلته، وهيك بيكون خلصت قصة الحب تبعتنا لليوم. بتمنى أنكم تكونوا حبيتوا المسلسل. أشوفكم بالملخص الجاي بإذن الله.